علاقة الدمية لبوبو بالقطط؟ او بمعنى اصح ليه دايما لما في بيت دمية لبوبو بتدخل البيت ده، لو البيت فيه قطة القطة كبرها قوي اسبوع وبتموت فجأة؟ محدش عارف القطط دي بتموت ليه، بس دايما مرتبطة بدخول دمية لبوبو البيت. هل الدمية ليها علاقة بموت القطط دي؟ انت بتحكي قصتها وبتقول ان من حوالي شهرين بالظبط هي اشترت دمية لبوبو من على موقع اونلاين، بسبب طبعا ان هي طلعت ترند وان هي كانت عايزة تجيبها تصور بيها صور تنزلها على الانستجرام والحاجات دي، يعني زي بقية البنات ما بتعمل. وبالفعل اشترت الدمية ودخلتها البيت بتاعها. بتقول ان هي عايشة في البيت ده لوحدها، مش معاها غير القطة بتاعتها. القطة بتاعتها ديت هي مربيها اكتر من 7 سنين في بيتها هما الاتنين، يعني بمعنى اصح القطة دي معاها من وهي صغيرة. والقطة في بينهم علاقة حب كبيرة جدا ما بين صاحبة القصة والقطة دي. المهم صاحبة القصة بتقول ان بمجرد ما دمية لبوبو دخلت الشقة، والقطة بتاعتها بقت تتصرف تصرفات غير طبيعية او تصرفات غير معتادة ما كانتش بتعمل ده قبل كده. زي مثلا ان هي كانت بتقعد تبص زي ان القطة بتقعد تبص للدمية بالساعات، ونن عينيها بيوسع قوي طول ما هي بتبص للدمية دي، يعني زي ما يكون هي شايفة قدامها حاجة مخيفة. وكانت بتفضل يعني ممكن تفضل قاعدة كده قدام الدمية عمالة تبصلها ومبحلقة فيها قوي. ففي الاول البنت افتكرت ان اكيد شكل لبوبو مخيف شوية ممكن بالنسبة للقطة، او ان هي عشان حاجة جديدة دخلت البيت والكلام ده كله، فما اهتمتش. بس بتقول مع الوقت لاحظت ان تصرفات القطة بقت غريبة قوي، وبقت ترفض ان هي تقعد في نفس الحتة اللي الدمية دي موجودة فيها. اللي هو مثلا لو الدمية كانت موجودة في الصالة القطة بتقعد في الأوضة، لو العكس وهكذا. وان هي بترفض ان الدمية دي تكون قريبة منها خالص، وبترفض تاكل وبترفض تشرب طول ما الدمية ديت محطوطة في حتة قريبة. فصاحبة القصة لاحظت حاجة زي كده، فبقت تبعد الدمية عن القطة، وكل ده في دماغها ان اكيد القطة بس خايفة من شكل لبوبو مش اكتر. مع الوقت صاحبة القصة بتقول ان تصرفات القطة اتغيرت اكتر، وبقت بدل ما بتخاف من الدمية لا بقت تروح بنفسها وتقعد جنب دمية لبوبو. مش بس كده، اكتشفت كذا مرة او لاحظت كذا مرة ان القطة بتشد الدمية كده وتحطها في النص وتفضل تلف حواليها زي دواير متناسقة جدا، اللي هو ابعاد الدايرة ذات نفسها بيبقى مظبوط بالملي. يعني الموضوع كان مخيف قوي. هي اصلا المنظر لوحده رعب صاحبة القصة قوي، ابتدت تشك في الموضوع او ان ممكن يبقى فيه ابعاد تانية للي بيحصل ده. المهم حاولت ان هي تطنش تماما اللي بيحصل، وقالت تلاقي القطة بتلعب او حاجة يعني، وراحت كملت وعاشت حياتها عادي. لحد ما بتقول في يوم من الايام صحيت من النوم بتدور على القطة بتاعتها، ما لقيتهاش. قعدت تدور على القطة كتير قوي مش لاقياها، مش عارفه القطه بتاعتها راحت فين. وده الغير معتاد، يعني دايما القطه اصلا هي اول ما بتصحى من النوم بتلاقي القطه يا نايمه جنبها يا قاعده على السرير وهكذا. قعدت ادور على قطتها كتير مش لاقيها، فراحت شغلت كاميرات المراقبه. هي حاطه كاميرات في البيت كله. اغلب الناس برا عشان هي قصه يعني مش حصلت هنا، يعني هي قصه حصلت في احدى الدول الاوروبيه، فاغلب الناس برا بيحطوا كاميرات في كل حته. فبالفعل البنت ديت كانت حاطه كاميرات في كل حته في الشقه، فراحت جابت الكاميرات وابتدت ان هي تتفرج على تسجيلات طول الليل وهي نايمه عشان تشوف القطه راحت فين بالظبط. لقيت ان في اوضه بتاعه الليفينج اللي كان محطوط فيها دميه لبوبو، القطه دخلت الاوضه ديت وفضلت قاعده قدام الدميه لاكتر من 3 ساعات. وبعد كده فجاه راحت دميه لبوبو قامت او وقفت او اتحركت من مكانها. بتقول ان هي في الاول افتكرت ان ده جليتش او خطأ في الفيديو، بس لا، قعدت تبص كتير الدمية بالفعل اتحركت لوحدها. طب يمكن يكون رياح او هوا هو اللي حرك الدمية؟ لا، الدمية هي اللي اتحركت لوحدها وقامت ووقفت. فبتقول ساعتها ان القطة قعدت تنونو كتير قوي وقعدت تصرخ، وراحت ما استنتش كتير وراحت نطت من شباك الأوضة وهربت او طفشت من العمارة. القطة طفشت يعني، وده مش الطبيعي بتاع القطة دي معاها بقالها سنين عمر قطة ما هربت من البيت. فالبنت حاولت تقنع نفسها انه اكيد الدمية دي ما اتحركتش لوحدها، يعني اكيد شوية هوا حركوها او ممكن انا اكون بتهيألي. فراحت اخدت مقطع الفيديو ده ونزلته على الصفحة بتاعتها على التيك توك، وبتسأل الناس اللي هو يا جماعة هو اللي انا شايفاه ده صح ولا
انا بس عشان ما نمتش كويس ولا ايه اللي بيحصل في الفيديو ده. فوجئت من كمية الكومنتات، كل الناس بتقول لها ان بالفعل الدمية اتحركت لوحدها. الكومنتات اتقسمت لكذا صف، في اللي قال لها ده اكيد فيديو مفبرك AI، وصاحبة القصة متأكدة ان الفيديو ده هي واخداه من كاميرا المراقبة بتاعتها يعني مش AI. وجزء تاني من الكومنتات لناس قعدوا ينصحوها بان هي لازم تتخلص من دمية لابوبو في اسرع وقت، وان هما سمعوا احداث كتير قوي مخيفة بتحصل من الدمية دي. وجزء تالت ناس بقى حصل لهم قصص مشابهة جدا لقصة البنت دي، وقالوا لها ان احنا بالفعل اشترينا دمية لابوبو قبل كده، وكان عندنا قطة في البيت وحصل معانا نفس اللي حصل مع القطة بتاعتك دي، بس في النهاية بدل ما القطة بتاعتنا هربت، لا احنا صحينا لقينا القطة ميتة. يعني سيناريوهات كتير قوي اتكلمت وقالت ان الدمية لابوبو مجرد ما دخلت البيت القطة بتاعتهم بعديها بفترة ماتت، بعد ما كانت بتتصرف تصرفات غير طبيعية. فالبنت من هنا قلقت وعرفت ان الدمية دي فيها حاجة مش مظبوطة، راحت اخدت الدمية ورمتها من شباك الأوضة بتاعتها، اللي هو خلاص رمتها بره البيت، وكانت فاكرة ان كده الكابوس انتهى او ان هي كده اتخلصت من الدمية. بس فضلت تدور على القطة بتاعتها كتير، عايزة قطتها اللي قاعدة معاها بقالها سنين، شبه بقت واحدة من العيلة يعني، بس معرفتش توصل للقطة دي تاني. المهم قالت يمكن مع الوقت القطة لما تعرف ان الدمية ما بقتش موجودة اصلا ترجع هي لوحدها، وكملت وعاشت حياتها عادي. بس الغريبة او المفاجأة هنا انها في يوم من الايام بعد بقى الحوار ده كله عدى كذا يوم كده، كانت نايمة في اوضتها على سريرها عادي جدا، وبعد كده قلقت في نص اليوم اللي هو صاحبها عشان تشرب ميه وتكمل نوم وكده، فوجئت بان هي لقت في الكرسي اللي قدام السرير بتاعها القطة بتاعتها، وهي واقفة لها على الكرسي او قاعدة على الكرسي، وجنبيها دمية لابوبو وهي برضو قاعدة على الكرسي، وهما الاتنين قاعدين جنب بعض على الكرسي، والاتنين بيبصلها وهي نايمة وبيراقبوها. طبعا الموقف كان مرعب جدا، البنت اول ما صحت قلبها كان هيقف، وفضلت بصة كده كتير قوي عليهم هما الاتنين، حست انه يعني اللي قدامها دول مش مجرد دمية وقطة، لأ هي زي ما تكون شايفة كائنات شريرة قاعدين قدامها. وبقى الشعور اتجاه القطة بتاعتها اتغير، بقت حاسة فجأة ان دي مش قطتها او مش دي القطة اللي هي كانت عايشة معاها بقالها سنين، حست ان القطة ذات نفسها بقت مش طبيعية، او ان مش دي نفس القطة بتاعتها. المهم البنت حاولت تتماسك اعصابها وراحت قامت من على السرير، وابتدت ان هي تخرج واحدة واحدة خارج الغرفة دي، ولاحظت ان الدمية والقطة الاتنين عينيهم بتتحرك معاها وهي ماشية، يعني مش القطة بس لا، حتى الدمية عينيها كمان بتتحرك على البنت وهي طالعة. المهم هي فضلت، طبعا اي حد مكانها كان ممكن يجيله جلطة سكتة دماغية، اللي هو انا كنت ممكن اطب واقع فيها دي، انا مش عارفة ازاي قدرت تكمل، فاهمين اللي هو ايه ولا ده انا شعري ايدي وقف وانا بحكي القصة. المهم فراحت اخدت بعضها واحدة واحدة وشوي سابت كل حاجة في البيت، وبمجرد ما خرجت من الأوضة وصلت على باب الشقة وطلعت بره شقتها، اللي هو ايه خدوا الشقة انا مش عايزاها شكرا مع السلامة، وراحت نزلت من الشقة من هنا، ويعني راحت عند جارتها، يعني واحدة جارتها هي بتحبها يعني وبتروح تقعد عندها كتير، فراحت قعدت عند جارتها دي. وطبعا اول ما رنت الجرس على جارتها بتفتح لها الباب، لقيت البنت منهارة من الخوف ومن الرعب، قالت لها بسرعة بسرعة دخليني عندك. دخلت قعدت عندها، ما كانتش حتى واخده الموبايل بتاعها ولا واخده فلوس ولا واخده اي حاجه، هي بالبيجامه بتاعتها اللي كانت نايمه بيها. فبتحكي لجارتها اللي حصل 1 2 3، والبنت كانت متوقعه ان جارتها مثلا هتقول لها انت اكيد بتهيألك ايه الهبل ده، لا هي فوجئت ان جارتها مصدقاها، واللي هو هي مقتنعه بالكلام اللي هي بتقوله. المهم انه جارتها راحت قالت لها انا سمعت كتير قوي عن دمية لابوبو، ومجرد ما كنت بسمع كتير قوي ده كان بيخليني اقعد اعمل سيرش وابحث عن الموضوع كتير. وراحت قالت لها هي اكتشفت ايه بالظبط، قالت لها ان الدمية ديت انتشرت من حوالي 2 سنين او اكتر، وانتشارها
الاكتر يعني كان سنة 2025. انتشارها زاد قوي في سنة 2025، وان اول الناس اللي اعلنوا عن دمية لابوبو هم المشاهير، خاصة المشاهير اللي مشكوك فيهم ان هم تبع المنظمة ياها، اللي هو المشاهير اللي ان الناس متأكدة بنسبة كبيرة قوي بان هم باعوها يعني. فهم اللي اعلنوا عن دمية لابوبو، وبعد كده واحدة واحدة بقى كل المشاهير هي اللي بتعلن عن الدمية دي، والناس بعد كده بقت تشتريها، وان الدمية انتشرت انتشار غريب جدا، على الرغم من ان اصلا الدمية شكلها مخيف وشكلها مش حلو، والاطفال اصلا ما بيحبوهاش. يعني في اطفال كتير قوي لما بتشتري لهم الدميه هما بيبقوا خايفين منها. فازاي في يعني دميه زي ديت ليه طلعت ترند او ليه انتشرت بالشكل ده؟ بعد ما الدميه ديت انتشرت بالشكل ده، الحوادث بدات تتعمل، ناس كتير قوي حصل لها حاجات مخيفه وحاجات وحشه بعد ما بيشتروا الدميه ديت. بس دايما الحوادث ديت او الحوادث ديت بيتم التعتيم عليها، يعني الحوادث اللي بتحصل بسبب دمية لابوبو ما بتتشهرش او ما بتاخدش صيت وحيز كبير، فعشان كده مش ناس كتير بتسمع عن الاخبار دي. بس بالفعل في كذا بيت ولع او اتحرق بسبب الدمية او بعد دخول الدمية البيت. في ناس تسببت في ان افراد من عيلتها ماتوا بعد ما الدمية ديت دخلت. ومن هنا بقى في اخبار كتير قوي انتشرت عن ان الدمية ديت مش طبيعية، خاصة لما في ناس دورت ورا الدمية دي كويس قوي، ولقوا ان نفس شكلها واسمها قريب جدا من كيان شيطاني كانت الناس بتعبده في العصور الوسطى، او مش يعني لو مجموعة من الناس كانوا بيعبدوه او ضمن الطائفة بتاعته في العصور الوسطى. والكيان الشيطاني ده كان اسمه بازوزو، اللي هو مش ملاحظين الاسمين قريبين قوي من بعض. وان الكيان الشيطاني دوت كانت نهايته ان بعض من الكهنة حبسوه داخل كنيسة في بلد في رومانيا او في منطقة في رومانيا يعني. وبيقولوا ان مع الوقت الطائفة اللي هي كانت بتعبد الكيان الشيطاني دوت ابتدوا ان هم يحاولوا ان هم يطلقوا سراحه، وبالفعل نجحوا في حاجة زي كده، وبقت المخططات بتاعتهم ان هم بيطلقوا الكيان الشيطاني داخل الدمى ديت اللي هي الدمى بتاعت لابوب، اللي هو يعني من خلال الدمية دي بقى يقدر يدخل بيوت الناس وينام جنب الاطفال ويدخل البيت ويتسمح له بان هو يدخل البيت ويعمل بقى ايا كان هو عايز يعمله. فطبعا الموضوع انتشار واسع جدا، يعني انتم متخيلين كام شخص عنده الدمية دي في البيت؟ ايه علاقة كل اللي احنا حكيناه بالقطط؟ ليه دايما اغلب الحوادث بيكون في قطة في البيت؟ فجارتها ردت عليها وقالت لها من خلال ما انا دورت عرفت ان القطط عندهم شفافية عالية قوي، اعلى من البني ادم، فالقطة بتبقى شايفة وجه الكائن الشيطاني الحقيقي اللي موجود داخل الدمية. يعني هي ما بتبقاش شايفاه الدمية زي ما احنا شايفينها، لا هي شايفة حقيقة الدمية دي، هي شايفة الكيان الشيطاني قدامها. عشان كده الدمية في البداية كانت مرعوبة من دمية لابوب كده. القطة في البداية كانت مرعوبة من الدمية، ومع الوقت على ما يبدو بيه ان الكيان الشيطاني قدر ان هو يستحوذ على القطة دي ويضمها ليه. طبعا صاحبة القصة بعد ما سمعت الكلام ده من جارتها قالت لها طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا بالكلام اللي انت قلتيه ده انا اكيد مش هدخل البيت بتاعي تاني، فالمطلوب مني اعمل ايه؟ يعني اعيش حياتي ازاي؟ المهم صاحبة القصة جت لها فكرة بان هي تبيع البيت بتاعها، تعرضه للبيع بعفشه بكل حاجته، يعني اللي هو ايه، انا بديكوا البيت بكل حاجة. وبالفعل نجحت في ان هي حد او اشترى منها البيت، خاصة ان هي كانت بتبيعه بسعر اقل من المفروض يتباع. وبالفعل قدرت او نجحت في ان هي تبيع البيت بتاعها ده بكل حاجة فيه، واخدت الفلوس واشترت بيت تاني لنفسها صغير شوية ولكن عندها افضل بكتير من حاجة زي كده يعني. المهم بتقول ان بعد ما هي استقرت وحياتها استقرت وبقت عايشة في بيت تاني صغير بعيدا بقى عن كل الرعب اللي حصل ده، والمشتري الجديد دخل البيت، بتقول ان هي كانت عيلة كاملة مكونة من اب ومن ام ومن 3 اطفال دخلوا البيت. وساعتها المشتري الجديد راح اتصل بيه وراح قال لها ده دمية لابوب وموجودة في البيت، ده انتي كمان حتى اللعب سايبها لنا. فراحت ردت عليه وقالت له البيت انا سايباه كامل متكامل بالعفش بتاعه بالدمى بالديكور بكل حاجة. المهم المشتري كان فرحان جدا وقال لها طب حلو قوي عشان انا الاطفال بتوعي كانوا عايزين دمية زي دي.
المهم البنت قالت له يعني اتبسطوا اتبسطوا جدا، وراحت طنشت تماما ايه اللي ممكن يحصل في البيت ده، وكملت هي حياتها عادي خالص في بيتها الجديد. ولكن للأسف بعد شهرين بالظبط سمعت عن حادثة بشعة حصلت في بيتها القديم، وهي ان البيت للأسف ولع بيهم بالكامل، ومات الأب والأم والثلاث أطفال ماتوا محروقين. البنت لما سمعت الخبر طبعا حزنت جدا، وافتكرت ان ممكن الدمية تكون السبب، بس عشان ما تحسش بعذاب ضمير قعدت تقول لنفسها لا، اكيد اي حاجة تانية اي حاجة تانية، الحوادث بتحصل، حوادث منتشرة والكلام ده كله. ولكن سمعت في الاخبار ان هما لما دخلوا البيت لقوا البيت كله متفحم ما عدا حاجة واحدة بس سليمة ما حصلهاش اي حاجة، وهي دمية لابو. وكمان ما لقوش اي دليل على ان ليه الحريقه ديت افتعلت يعني، ولا كان في غاز شغال ولا كهرباء ولا اي حاجه. وساعتها ان البوليس ما كانش فاهم ازاي البيت ده ولع، بس بعد كده قالوا ان اكيد يعني ممكن تبقى اي حاجة حصلت يعني مش باينة دلوقتي، والقضية اتقفلت على كده. بس البنت كانت لما شافت في الاخبار ان الدمية هي الحاجة الوحيدة اللي النار ما اذتهاش، فهمت وعرفت ان الدمية هي السبب في الحريقة دي، وان هي تسببت في موت عيلة كاملة بسبب انانيتها. ممكن تبيع البيت، بس كان ممكن تقول سبب بيع البيت ده للمشتري، هو يصدق او ما يصدقش دي حاجة ترجع له، او كان ممكن تعمل 500 حاجة تانية، يعني اللي هو كان في حاجات كتير ممكن تتعمل، الا ان هي تبيع البيت وتخلي اسرة كاملة على عماهم يدخلوا البيت ده ويعيشوا فيه، وتجاهلت تماما ايه اللي ممكن يحصل لهم، على الرغم من ان جارتها قالت لها ان في حوادث كتير حصلت بسبب الدمية، وان في بيوت كتير اتحرقت بسبب الدمية، بس هي قررت اشترت اللي هو ايه يلا نفسي. المهم البنت نزلت القصة ديت على احدى المواقع، طبعا كانت اسمها مجهول يعني ما بينتش شخصيتها، وبتقول ان هي مش قادرة تعيش بسبب عذاب الضمير، وان هي مش عارفة يعني تتخلص من عذاب الضمير ده ازاي، خاصة ان هي بقت دايما شايفة الأسرة دي قدامها زي ما يكونوا بقت تتخيل وهما بيظهروا لها، وكمان بتحس يعني بعذاب ضمير شديد جدا، وابتدت تحس ان هي خلاص على وشك الجنون، فبتطلب مساعدة من الناس. هي ممكن تعمل ايه بالظبط؟ فانتوا ايه رأيكم، هي ممكن تعمل ايه بالظبط عشان تتخلص من عذاب الضمير ده؟ وبس كده يا جماعة، دي كانت قصة النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. وطبعا ما تنسوش لو اي حد عنده قصة سواء من تأليفه او قصة قراءة في حتة او قصة خيالية حقيقية ايا كان يبعتها لي على الانستجرام. ما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام وعلى التيك توك لو حابين يعني، وتفعلوا الجرس هنا على اليوتيوب. وبس كده. نصيحة أخيرة يا جماعة، قصص لابوبو في فيديوهات كتير منتشرة ان الدمية فيها حاجة مش طبيعية، آم، وفي اخبار كتير يعني او ناس كتير او بتقول ان في حاجات بالفعل حصلت لهم مش لذيذة من بعد ما اشتروا الدمية، وفي ناس بتقول ان في حوادث حصلت، بس مفيش حاجة مؤكدة 100%. طبعا ممكن القصص دي تكون مش حقيقية وممكن تكون حقيقية، الله اعلم، يعني مفيش حاجة اكدت، بس يعني خلينا نبعد عن الشبهات. وفعلا انتشار دمية لابوبو حاجة مش طبيعية خالص، يعني حاجة مش طبيعية، خاصة ان الدنيا شكلها وحش اصلا، انا معرفش الناس بتحبها على ايه. فالافضل ان احنا نبعد عنها وخلاص، ايا كان بقى القصص دي حقيقية او مش حقيقية، الافضل ان احنا نبعد عنها. انا شخصيا عمري ما جالي فضول ان انا اشتري الدمية دي، بالعكس انا كنت مستغربة جدا انتشار الدمية دي. الدمية شكلها وحش، بتحبوها على ايه يا جماعة؟ المهم بس كده، يلا باي باي.